السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اليوم أم شريفة. عندنا اليوم 1.5 كيلو حمص. طبعا سويت منه كيلو، وهاي ملعقتين عنبة وياه. وهنا عندنا كزبرة، وهنا ملح، وعندنا هنا كركم، وعندنا هنا بهارات فلافل طبعا، وهذا هنا الثوم والبصل. بابا هذه الكزبرة حسب الطلب كيفكم بعد. نروح هسه وياكم على المثرمة، نثرمه مرتين، نخلي وياه البصل. هسه راح انزل البصل وياه، شوفوا قدامكم هذا البصل. هنا نخلي البهارات شوية شوية يعني. شوف البهارات شلون يعني حسب الكمية اللي ويا شو اسمه ويا هاي الملح وهذا الحمص، فنخلطه كله سوي حتى ما يبين، ما يصير مرات اكو ناس تسوي فلافل تصير سمرة، لا اكو تصير صفرة، هاي صفرة. فنخبطها وتطلع، لو شوفون ريحتها تخبل، سووها ويذيعولي. هنا نخلي العنبة خاشوقة، بعدين نخلطه ويا العنبة. جربوها وبعدين ادعولي وذكروني ام شريفة. فهسه هنا راح اخلي وياها مي حتى نخلطها تصير هشة. خلطناها، راح نجهزها هسه ونخلي هنا راح نخلي الزيت. شوف شلون صارت. هسه هنا راح نخلي الزيت. اكو ناس يقول ليش تحترقيج ومن جوا عجينه وما ادري شنو بطنها عجينه، لانه تخلون الدهن يحترق والطباخ عالي. لا، من يحمى الدهن يصير حار مبين، وبعدين تنص الطباخ، مو تنصيه حيل ولكن وسط الدهن الطباخ عفوا. فراح اجربها، اخذ شويه من الحمص واقليها. راح اجربه قدامكم تشوفون. هسه تمام، الزيت تمام. هسه راح اقلي. بسم الله. بس تشوفون شلون هشه وتخبل. ادعولي، يا ريت يعني تشتركون بقناتي واكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم. شوفوها شلون راح تصير هشه وطيبه. حلوة شلون راح تصير. طبعا راح تعجبكم. هسه راح نطلع كمية من عندها نقلبها يعني، وراح تشوفوها يا ريت يعني تعجبكم. شوفوا شلون صارت ذهبية تخبل. طبعا طعمها فد شي يخبل من شكلها. شوفوها، شوف شكلها تخبل. هسه